السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عملنا كنافه بالمانجا زي ما انتم شايفين كده. احلى كنافه بالمانجا، سهله وبسيطه، ما عملناش اي حاجه، كله من عندنا من البيت. المانجا كنا مفرزينها والكريمه كانت موجوده والمكسرات، عشان كل سنه وانتم طيبين في رمضان بتبقى متواجده عندنا في البيت. والكنافه بقى اللي جبناها وعلى طول عملنا احلى شويه كنافه بالمانجا تحفه يا جماعه. يلا بينا على طول نخش على الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. هنقطع بقى كده بالمعلقه اهو، هاخد لكم حته كده من على الجنب عشان تشوفوا الكنافه من جوه عامله ازاي. بصوا، استنوا، ايه رايكم بقى؟ بصوا الطبقات، بصوا طالعه عامله ازاي. طبقات يا جماعه اهي، ولسه عاملينها والله ما قعدت كمان في التلاجة اهي، ما شاء الله عليها. احلى كنافه بالمانجا. يا رب بقى كده تخشوا الفيديو وتتفرجوا عليه وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات. يلا على طول نخش على الفيديو ونشوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين حبايبنا. فيديو جديد معاكم إن شاء الله. في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا. هنعمل إيه؟ هنعمل كنافة بالمانجا. ليه هنعمل كنافة بالمانجا النهاردة؟ عشان عندي صديقة حبيبتي على القناة دخلت في الفيديو اللي كنا عاملين فيه الفراخ البلدي وطلبت طريقة الكنافة بالمانجا، فإن شاء الله النهاردة هنعملها ونشوف بقى الطريقة بتاعتنا النهاردة كده، ونسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف المكونات ايه النهارده معانا للكنافه. هنقول هنا بسم الله. معانا هنا نص كيلو من الكنافه، نركنها كده على جنب ونشوف الاول العسل بتاعنا هنعمله ازاي. انا هنا معايا 2 كيلو من السكر، هنستخدمهم النهارده كلهم عشان انا بحب اعمل كميه كبيره وبشيلها عندي ايه في التلاجة، يعني في اي وقت اعمل حلويات بتبقى موجوده. الحلويات بتاعتنا الشرقيه كلها ده الشربات بتاعها اللي هو بنعمل بيه الكنافه، القطايف، الزلابيه، بلح الشام. فهنعمله النهارده شربات، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. هنقول بسم الله كده، هنفتح الكيس اهو. هناخد هنا لكل 3 كوبايات سكر كوبايه ونص من الميه. هنقول كده بسم الله. 3 4. هنعاير كده ونشوف ال2 كيلو سكر هيجوا قد ايه معايا كوبايات. يبقى هنا كده حطينا 9 كوبايات من السكر. ال2 كيلو سكر جم معايا 9 كوبايات من اللي هي الكوبايه دي، تمام. دلوقتي بقى احط كده عليهم 4 كوبايات ونص من الميه، يعني ال3 كوبايات سكر لكل 3 كوبايات سكر هناخد كوبايه ونص من الكوبايه دي. ادي اول كوبايه حطيناها، وادي الثانيه، وادي الثالثه، 4 كده، وادي النص كوبايه اهو بالشكل ده. كده حطينا 4 كوبايات ونص من الميه ل9 كوبايات سكر. هاخد دلوقتي بقى العسل الجلوكوز. هاخد كده معلقتين كبار عسل جلوكوز اهو. طبعا الشربات ده بيبقى عندكم بيوفر بقى معاكم وقت ومجهود، في اي وقت عايزين نعمل حلويات بيبقى موجود، فعشان كده بعمل كميه زياده وبشيلها عندي فين؟ في التلاجة. دلوقتي ادي المعلقه التانية اهي، حطينا كده اول معلقه، وادي المعلقه التانية اهو. يعني يعتبر خدنا لكل كيلو سكر معلقه كبيره من عسل الجلوكوز. دلوقتي كده بقى هناخد ملح ليمون. هاخد كده حوالي نص معلقه صغيره اهو من ملح الليمون. دي طبعا معلقه كبيره فعشان كده واخده منها ايه يا دوبك كده زي ربع معلقه اهي. ده كده عشان ما يسكرش معايا، يعني اللي بيمنع معايا التسكير بتاع العسل بيبقى الجلوكوز اللي احنا حاطينه، عسل الجلوكوز والليمون. ليمون بقى موجوده عندك هتحطي، مش موجوده تحطي مثلا ايه ملح الليمون اللي احنا حطيناه النهارده ده هيمشي معاكي وده هيمشي معاكي، تمام. هروح دلوقتي كده احطها على البوتاجاز ونرجع ونشوف هنعمل ايه. هنا كده بقى حطيتها على النار خلاص، وهسيبها بقى ايه تغلي كده مع نفسها. هسيبها قد ايه على النار؟ هسيبها من ربع ساعه لحد 20 دقيقه، يعني من 15 دقيقه لحد 20 دقيقه، تمام. هروح دلوقتي بقى عشان نشوف الكنافه هنعمل فيها ايه. هنا بقى كده انا جبت اهو نص كيلو كنافه، تمام. دي كنافه اللي هي القالي مش البلدي، اللي هي تلاقيها شبه الشعريه كده اهو، تمام. هفركها بقى كده اهو بايديا، عايزاها ناعمه خالص.
لو في الفريزر هتساعد معاكم. لو طبعا ايه لقيتوها مش راضيه تلعب معاكم وانتوا بتفركوها كده في الكبه بقى وتطحنوها كده طحنتين، هتبقى معاكم حلوه كده وايه ومطحونه زي الفل يعني، تقدروا تستخدموها بقى بمنتهى السهوله بالشكل ده كده. افركها بقى معايا لحد ما تنعم خالص ونوريها لكم. هنا كده خلاص بعد ما نعمناها وبقت بالشكل ده كده اهو اهو، بصوا كده نعمت معايا خالص اهي. دلوقتي على طول بقى هجهز كده ايه كوبايه من السمنه، وهنزل على طول على الكنافه، عايزاها تتغلف كلها بالسمنه. وهقلب بقى الكنافه كلها كده ببعض عشان تشرب من السمنه حلوه قوي. نقلبها كده عشان تشرب السمنه كويس وتبقى كلها شاربه سمنه عشان تقدر تتحمر معايا في الفرن. هنشوف دلوقتي هنحمرها ازاي. في طريقتين للتحمير بتاع الكنافه هنا، يا اما على البوتاجاز من فوق يا اما في الفرن. بس انا طبعا هحطها في الفرن وهفضل اقلب فيها كده لحد ما تشرب السمنه دي، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي بقى خلاص قلبناها اهي بالشكل ده وبقت معايا شاربه السمنه كلها كده اهي. هجيب بقى صينيه عشان احطها في الفرن. دي كده الصينيه اللي انا هحطها فيها في الفرن. هدي هنا بس ايه حبه كده صغيرين من السمن، شويه سمنه صغيرين اهو على الصينيه، وهفردها عليها كلها كده دهنه سمنه كده بسيطه بس عشان تتحمر معايا كويس. كده تتحط في الفرن بس ايه حوالي يعني ايه 10 دقايق كده ولا حاجه، وكل دقيقتين 3 اطلعها هقلبها تقلبتين عشان تبقى متحمره من كل ايه الجهات اهو. هحط بقى دلوقتي الكنافه كده اهو بعد ما دهنا الصينيه، وهنفردها في الصينيه كلها كده ونسيبها بقى تتحمر في الفرن. طبعا لو في صينيه اكبر من دي هيبقى احسن او صاج، بس انا طبعا دي اللي موجوده عندي. ان شاء الله برده هنعملها تبقى حلوه قوي برده معانا مش هيجرى حاجه اهي. هنزل كل الكنافه كده. دلوقتي كده خلاص خلصتها وانا مش هسويها خالص، مش عايزاها مستويه، انا هحطها كده زي ما هي منعكشه عشان تستوي بسرعه او تتحمر بسرعه. هنروح دلوقتي بقى وندخلها الفرن بعد ما حطيناها كده في الصينيه، مش هنسويها ولا حاجه، هنسيبها كده زي ما هي عشان تتحمر معايا وتبقى محمصه كده وحلوه باذن الله. هنروح ندخلها الفرن ونرجع تاني ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هنا خلاص هنعمل الكريمه كده. حطينا طبعا الصينيه في الفرن. هنا انا معايا كوبايه ونص من الكريم شانتيه الخام، عشان كده هناخد له معلقتين كده من السكر، سكر بودر سكر عادي، المهم ان هو ايه هنحط له كده شويه من السكر عشان ايه تخلي الكريمه عندي متحليه. اللبن معايا هيدوب السكر يعني عادي كده. حطينا 3 معالق من السكر هقلبهم مع الكريمه كده. هتحطي معلقتين 3 على حسب الرغبه يعني، تمام. هنزل بكوبايه من اللبن او الحليب اهو. لو عوزنا لبن تاني هزود بالمضرب بقى اللي هو اليدوي او المضرب الكهربائي اي حاجه. المهم ان احنا ايه هنقلب الكريمه دي لحد ما تعمل معانا فوم كده وتبقى معانا ايه جاهزه يعني ان احنا نستخدمها مع الكنافه. اضرب فيها بقى لحد ما تتقل معايا. دلوقتي كده خلاص اهي الكريمه كده جمدت معايا زي ما انتم شايفين اهو، عملت فوم اهو بالشكل ده كده، هي خلاص جاهزه. هنا بقى كمان دي المانجا اللي احنا مفرزينها في الفريزر السنه دي، تمام. قطعتها كده بالشكل ده اهو، طلعتها من الفريزر واتقطعت وبقت معايا ما شاء الله جاهزه كده ان انا احطها مع الكنافه. يلا نشوف الكنافه بتاعتنا كمان. هركن بقى المانجا كده ونشوف الكنافه. هنا بقى الكنافه بتاعتنا بعد ما دخلت الفرن، بصوا شايفين لونها وجمالها. انا طبعا بحبها اللون ده، ما بحبش ادوس عليها اكتر من كده، يا دوبك تبقى ذهبي كده واطلعها على طول اهي كلها لون واحد. دلوقتي بقى الشربات بتاعنا جاهز كمان اللي احنا عملناه مع بعض، ده شكله اهو بعد ما برد. حطيته طبعا شويه كده في التلاجة اهو، وكل ما هيقعد كل ما ايه هيجمد شويه عن كده كمان اهو. احنا عملناه قبل كده كمان في القناه، مش اول مره نعمله، عاملينه قبل كده في القناه ودي تاني مره. مش فاكره عملته مرتين في القناه، اول مره ودي التانيه او التالته تقريبا يعني. هنزل بقى دلوقتي على طول اهو على الكنافه.
على قد بقى كده ما هناخد شربات اهو، وهقلب، ولو احتجت هحط تاني. عايزينها بقى محليه زياده هتزودوا شربات عادي، اللي هو الشربات بتاع الحلويات. عايزينها مثلا تحليه بسيطه كده، يبقى هتقللوا من التحليه بتاعتها شويه. متنسوش كمان في المانجا وفي الكريمه، كل ده هيحليها كمان يعني اهو. خلاص قلبناها بقى، هنجيب الصينيه بتاعتنا او القالب اللي احنا هنعملها فيه، ونقدر كمان نعملها في كوبات صغيره كده او في كوبايات على حسب الموجود عندنا. انا النهارده هعملها في الصينيه دي تمام، وفي كمان كوبايات هنا معايا او بولات اهي هنحط فيها برده النهارده. هبتدي كده بسم الله، احط اول طبقه كده في الصينيه، وهفرد بالشكل ده كده، وهفردها بقى واسويها في الصينيه كلها. دلوقتي كده بعد ما سويتها في الصينيه ده شكلها اهو، هجيب بقى الكريمه، ادي الكريمه هنزل كده في النص وافرد بالطريقه دي كده حوالين داير كده، والف بالكريمه اهو. هنزل كمان بقى بكام معلقه كده من المانجا اهو، وهفردها فوق الكريمه. هتبقى طبقات يعني، طبقه من المانجا، طبقه من الكريمه كده، طبقه من الكنافه، لحد ما نخلص الكميه كلها بالطريقه دي. خلصت دي انا دلوقتي بقى كده هجيب اخر طبقه من الكنافه اهو، سويتها كلها كده. واهم حاجه عندي الجناب عشان تبقى الطبقات باينه في الصينيه اهو كده. سويتها كلها بالطريقه الجميله دي. هجيب بقى الكنافه اهو، وعلى طول هنسويها من على الوش كده ببطء كده، ونفردها عشان ما تتلخبطش اهو. هاخد برضو شويه من الكريمه. بصوا بقى في المرحله دي هنا عايزين نحط كريمه ومن فوقيها المانجا ماشي، عايزين نحط مانجا بس تمام، بس انا هنا هنزل بشويه من الكريمه وبعدين انزل بقى ايه باقي المانجا. سويناها كده حلو قوي اهو، وزي ما انتم شايفين الكنافه معايا تحفه يا جماعه اهو، زي ما انتم شايفينها واخده العسل بتاعها المظبوط، تحليتها حلوه قوي. كريمه كمان وهنفردها دلوقتي بقى. خلاص فردت كده الكريمه، هنزل باخر طبقه من المانجا بالشكل ده، وهفردها زي ما انتم شايفين. هنا المانجا معايا فيها اللي قطع وفيها اللي زي العصير كده بوريه تمام. طالعه معايا قطع عشان انا ما ضربتهاش على الخلاط، يا دوبك بس قطعتها. واللي بقت معايا كده كانت في مانجا طبعا ماسكه نفسها في الفريزر، وفي مانجا طالعه ما شاء الله عليها كانها لسه حطاها دلوقتي، لان انا كنت مخزنه نوعين من المانجا. دلوقتي كده خلصنا الصينيه اهي، وده شكلها بعد ما خلصناها، والطبقات كمان باينه جميله قوي اهي، طبقات الكنافه والمانجا والكريمه. وكده الصينيه بقت جاهزه معايا، هركنها على جنب ونعمل البولات الصغيره. كده حطينا الكنافه في البولات اهي، برده نفس الحكايه. هفرد كده الكنافه زي ما عملنا في الصينيه الكبيره، هنعمل برده في البولات الصغيرين. سهله يا جماعه وبسيطه، ما فيهاش اي عقد. كنافه بالمانجا على طول على طول بنخلصها اهي. نجيب الكريمه بقى، دلوقتي هنزل بالكريمه اهو، معلقه كريمه هنا كده ومعلقه كريمه هنا بالشكل ده، وعلى طول هفردها بالراحه كده خالص. وهجيب المانجا بتاعتنا عشان تبقى الطبقات باينه كده، لازم افردها كويس. دلوقتي كده المانجا اهو في كل واحده معلقه بالشكل ده، ونفرد كده. خلاص هحط اخر طبقه من الكنافه اهي. هفردها بقى، نفردها كده بالمعلقه اهو
نساوي السطح كله بالشكل ده. نساوي التاني. وبعد كده الكريمة دي بقى انا مش هفردها، هخليها كده اهو زي ما هي تمام. وهنزل بالمانجا حوالين دايره. هناخد بقى المانجا كده في الجناب وهننزل بيها اهو بالشكل ده. هاجي برضو في التاني حوالين داير كده يا جماعه اهو. عندنا بقى كريز هنحط، عندنا لوز بندق هنحط، بس انا هنا عندي مكسرات فهحط كده على كل واحده ايه حبايتين لوز او بندق على حسب اللي عندي. وكده خلاص خلصناهم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هنحط لهم بس ايه تزيين كده بسيط. انا عندي هنا مكسرات لوز بندق عين جمل، الموجود عندكم ان شاء الله لو سوداني هتحطوه برده وتزينوا بيه. هجيب هنا كده بندقيه اهو في الوش كده من فوق، او كريز الموجود عندك يعني ايه هتحطيه مع حبايه من اللوز اهو بالشكل ده. وهنروح برده على الناحيه التانيه هنحط بندقيه كده وحبايه من اللوز. هاجي بقى على الصينيه كده بندقيه برده في النص كده اهو اهي، وكام حبايه لوز كده تزيين يعني حاجات بسيطه ايه تزيين كده. وعندي كمان هنا اللي هو العين الجمل التزيين بقى بتاعكم انتوا اللي هتحطوه حطوه بالشكل ده كده اهو. وهنا طبعا عندي كان شويه كنافه متبقيين فقلت اعملهم كده في كوبايه برضو عشان اوريكم ان ممكن نعملها في كوبايه في بولات في صينيه الموجوده عندنا هنحط فيها اهي. برضو كده حبايه مكسرات، حبايه من المكسرات كده كمان على الكوبايه اهو. عين جمل اي حاجه بقى التزيين بتاعنا نزين زي ما احنا عايزين بالشكل ده كده اهو. وكده الكنافه بتاعتنا بالمانجا النهارده خلصت، وده الشكل بتاعها. يا رب تكون عجبتكم. ايه رايكم بقى؟ عايزه الكومنتات كده بقى تقولوا رايكم في الكومنتات. وحبيبتي اللي طلبت مني الكنافه بالمانجا انا عملتها لها، وما رضيتش اجاوب طبعا يعني في التعليق، بس قلت اعملها عملي كده عشان طبعا تبقى احسن. لما نعملها عملي بتبقى احسن. ده الشكل كده. وزي ما انتم شايفين الطبقات عايزه اوريكم هنا اهو. شايفين الطبقات بتاعتها اهي، الكنافه والمانجا والكريمه طبقات كده فوق بعضها. حتى الصينيه برضو اهي. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون قدرت يعني اجاوب على السؤال اللي حبيبتي سالتهولي في التعليقات. اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله. كل سنه وكل حبايبي واخواتي طيبين وبخير يا رب، وبعود علينا الايام. يلا ما تنسوش اللايكات بقى عشان الفيديو كده نستفيد كلنا مع بعض، والشير بقى كده نشير لبعض الفيديو يا جماعه عشان نستفيد. واشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله. مع الف سلامه.